نابتي امام زرقان، ما تخرج ترجع له نابتي زرقان. الالتصاق نتاع المدافعين ما يتركش الحريه، ما يتركش المجال باش يمروا كما يجب في كل مره. الكره تخرج غريب، نابتي فتحنا على الوسط، رحمن براسو وهدف سمير رحمن بعد 2 دقائق فقط. رحمن مخلوف بوغزر أحد أبناء مدينة قسنطينة الذين تركوا بصمتهم في الحقل الإعلامي الجزائري. قدم طوال مسيرته المهنية العديد من الأعمال والتغطيات جعلت منه أحد ألمع الأسماء الإعلامية سنوات الثمانينات والتسعينات على المستوى الوطني. ولد المرحوم مخلوف بوغزر بتاريخ 14 ديسمبر 1944 ببلدية الحامة بوزيان ولاية قسنطينة. تحصل على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1973 من جامعة قسنطينة، ثم التحق سنة 1976 بالمعهد التكنولوجي ابن باطوش بصفته مكونا. أقبل بعدها على مهنة الصحافة بجريدة النصر، أين كان له الشرف رفقة زملاء آخرين في إصدار أول نسخة معربة للصفحة الرياضية بهذه الجريدة. سنة 1987 التحق بمصلحة الرياضة بالمحطة الجهوية للتلفزة الجزائرية بقسنطينة، أين قام بتغطية العديد من التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، جعلته أحد أكبر معلقين الرياضيين في الجزائر. بتاريخ 3 أبريل 1995 اغتالت أيادي الغدر والإجرام المرحوم بوغزر، فبكته قسنطينة كما بكت المئات من أبنائها الأبرار الذين ذهبوا ضحية سنوات الجمر التي عاشتها الجزائر، وخلدت ذكره كإنسان وكإعلامي بارز ترك بصمته في الحقلين الإعلامي والرياضي، ورافق عموم الشعب في أفراحه وأحزانه طوال سنوات. موقع أنصار النادي الرياضي القسنطيني csconstantine.net، وعلى مقربة من ذكرى وفاة المرحوم بوغزر ارتأى تكريم الرجل وإحياء ذكراه
وذلك بالتذكير بمسيرته المهنية والإنسانية وإلقاء الضوء على بعض الجوانب الخفية من شخصيته. عائلة المرحوم بوخزر استضافت مشكورة طاقم عمل الموقع، فكان لنا حديث شيق نترككم تكتشفونه على صفحات الموقع.